أعزائي المشاهدين، النجوم اليومين دول بقوا ناصحين، بس على مين؟ السنة دي عملنا برنامج ألعاب ومسابقات اسمه الرحلة، هتقدمه المذيعة إلين وطفة، وهيشارك في كل حلقة ضيفين. الأول النجم اللي عليه العين، والتاني ده بقى تبعنا، هيكون واحد من 5 بلوجرز جامدين، ملك وبازوكا وكنزي وسلطان وحودة التنين. هنجيب الضيف من الأوتيل في كرفان زارعين في كاميرات بتشتغل وتلقط إشارة عند بوابة الاستوديوهات، وأول ما يخطي برجله اليمين يقع في الكمين. ورمضان كريم ومش هنحل أدخن تخين. انتوا دلوقتي في الليفل الاولاني، لو عديتوا منه بسلام يبقى مش تمام، وهتشوفوا ليفل تاني. حلقة كريستيانو رونالدو من برنامج رامز ليفل الوحش. في الحلقة دي هتقدر تشوف الحلقة الكاملة لكريستيانو، بس عايز اقولك ان المقلب السنة دي حصل بالفعل او لا، كل ده هنستكشفه في فيديو النهارده. فكل اللي عليك انك تكمل الفيديو ده لحد النهاية، وتنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديدة توصل لك لحد عندك. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، وزي ما احنا متعودين دايما في كل حلقة حلقاتنا، وقبل ما نبدا في اي تفاصيل اننا بنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايز اقول لك في البدايه كده بقى ان برنامج رامز ليفل الوحش فهو مكسر الدنيا في الوقت الحالي. يعني رامز جال راجع لينا بمقلب تقيل جدا، سواء تتفق او تختلف على رامز، فرامز جال بيكسر الدنيا باي مقلب بينزله. وطبعا بعد عرض الحلقه الاولى واللي كانت حلقه اسماء جلال، الحلقه دي كانت ترند على جميع منصات التواصل الاجتماعي. في ناس كتيره جدا بتهاجم البرنامج وناس كتيره قوي بتقول البرنامج كويس، بس نسيبنا من الجزئيه دي. تعالى اكلمك في حاجه مهمه. طلعت اخبار كتيره عن وجود حلقه كريستيانو رونالدو من ضمن الحلقات الموجوده في برنامج رامز ليفل الوحش. هل الكلام ده حقيقي؟ هل كريستيانو فعلا موجود في مقلب رامز جلال السنه دي؟ هقول لك القصه كامله، بس ركز معايا كويس جدا وكمل الفيديو ده للنهايه، ولو عندك قطايف فكل وتسلى وكمل الفيديو معايا. المهم كده، كريستيانو رونالدو طلع عليه الكلام ده من حوالي سنه 2023 لما انضم لنادي النصر، واللي وقتها كان ترند عالي قوي. وفي نفس الوقت رامز جال كان وقتها بيصور برنامج رامز نيفر اند. وقتها كل الصحف والجرايد حتى الصحف السعوديه قالت وجود كريستيانو رونالدو هيكون موجود السنه دي بشكل مؤكد، وقع ضيف ويتعرض برنامج رامز نيفر اند وما نشوفش برده كريستيانو رونالدو. مع ان حصل ضجه كبيره مش قادر اقول لك على كريستيانو كانت قد ايه. بس نيجي بعدها في 2024 ورامز جال بيقدم رامز جاب من الاخر، وبعدها برده انتشرت نفس الاخبار دي عن تصوير كريستيانو رونالدو حلقه في برنامج رامز جلال. بس برده رامز جال ما وقعوش ضحايا. هقول لك الموضوع في ايه. حصل تفاوض في 2023 على ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج المقالب، بس كريستيانو وقتها رفض لانه كان جاي حديثا للسعوديه، يعني ما كانش يعرف الاجواء قوي وكان لسه جاي للنصر، فوقتها الموضوع كان مستبعد. فجينا في 2024 عرضوا عليه نفس الموضوع واتفاوضوا على انه هو يظهر بس بشروط معينه، على انهم هيخلوا الحلقه بسيستم معين مختلف جدا عن باقي الحلقات، ولكن كريستيانو رفض برضه. ونيجي بعدها في 2025 وقت ان البرنامج اتصور في دوله السعوديه كان رامز ايلون مصر، وبرضه اتفاوضوا مع كريستيانو رونالدو على ظهوره، ولكن كريستيانو رفض. طيب الكلام بقى طلع في 2026 عن وجود حلقه لكريستيانو في مقلب رامز ليفل الوحش. هل فعلا في حلقه؟ ولو الحلقه اتصورت فهي هتتذاع معانا ولا خلاص اتحذفت؟ هقول لك بقى الكلام المؤكد. بالفعل السنه دي المدير التنفيذي لمجموعه قناه ام بي سي فهو اتفاوض مع كريستيانو رونالدو على ظهوره في المقلب السنه دي، وزي ما قلت لك كان هيكون ليه فقره معينه باختلاف باقي الحلقات. يعني الحلقه بتاعته كانت هتبقى مختلفه جدا عن الافكار دي، لان ما ينفعش كريستيانو يتبهدل. بس بعدها كريستيانو فكر في الموضوع كتير، بس بعد ما بداوا التصوير كريستيانو للاسف رفض ان هو يظهر في برنامج رامز، وللاسف برضه مالوش حلقات في المقلب السنه دي. هتسالني وتقولي الكلام ده رسمي؟ هقول لك رسمي، بس ما تمشيش ورا الترند، لان الكلام اللي منتشر في الوقت الحالي عن وجود كريستيانو رونالدو في مقلب رامز ليفل الوحش كل الكلام ده هبد في هبد. الكلام الرسمي ان رونالدو اصلا ما صورش، والموضوع مش مستبعد ان هو يظهر، لا ممكن يظهر معانا في مقلب رامز بعد كده، بس لما يحصل تفاوض. وطبعا اجر كريستيانو رونالدو هيكون عالي جدا، لان انت متخيل حد بحجم كريستيانو رونالدو يظهر في مقلب رامز؟ معنى كده ان كريستيانو مش موجود؟ اقول لك مش موجود. ومن ضمن الحلقات اللي موجوده السنه دي في مقلب رامز جلال، رامز جلال نزل في البرومو اكتر من 21 ضحيه، في 9 ضحايا متبقيين في المقلب، دول هيكونوا مفاجاه البرنامج السنه دي. يعني رامز جلال احنا عرفنا ال 21 ضيف، بس في 9 بالتحديد انت لسه ما تعرفهمش، ودول هيكونوا مفاجاه كبيره لكل الفانز حرفيا. وزي ما قلت لك سواء تتفق او تختلف، رامز جلال عامل عظمه كبيره في المقلب السنه دي، يعني قدم لنا فكره جديده، وعلى فكره هي احسن من برنامج رامز ايلون مصر
رامز إلى مصر كان برنامج كوميدي، بس رامز جلال السنه دي تحسه عامل حاجه شبه رامز عنخ آمون، بس كل مقلب رامز جلال ممشيه السنه دي بيكون لليفل معين. يعني البرنامج اسمه رامز ليفل الوحش، الضيف بيمر بكل الليفلات لحد ما بيوصل ليفل الوحش. وطبعا رامز جلال تنويع في الفكره السنه دي، فانا عجبني الموضوع ده جدا، بس كل فكره كانت محتاجه ان هي تاخد وقت اكتر ويكون فيها عناصر اكتر. هتقولي الفكره مش مخيفه، هقول لك جرب انت تحط نفسك مكان الضيف اللي بيكون موجود وتعرف ان الفكره مرعبه او لا. ولو مش مصدق اكتر اتفرج على حلقه هنا الزاهد واتفرج على حلقه اسماء جلال وقارن ما بين الاثنين، هتلاقي ان كلامي صح جدا. ومع ذلك رامز جلال بيكسر الدنيا في كل سنه وبيحقق ترند عالي، محدش يختلف عن الموضوع ده، وبيكون الاعلى مشاهده في كل موسم رمضان، مع ان بيبقى نازل معاه عتاوله كتير جدا من النجوم، وانتوا عارفين الكلام ده. يعني معنى كده ان المقلب السنه دي ياخد 9 من 10 وبصراحه كويس جدا. نيجي بقى نتكلم عن التتر السنه دي من افضل التترات اللي قدمها رامز. التتر يمكن لسه ما علقش معاكم، بس لما يعلق معاكم وتحسوا ان التتر مظبوط هتلاقوا ان الموضوع جميل جدا. التتر ده ما يختلفش اي حاجه عن جمال تتر رامز جمل للاخر او التترات القديمه اللي احنا كنا متعودين عليها. لا رامز جلال مفاجئنا السنه دي بحاجات كتير في المقلب، فمحدش ينكر ده ومحدش يهاجم رامز، لا كلنا لازم ندعمه، لان المقلب حرفيا بياخد وقت كبير جدا على ما يتقدم لينا. يعني هو حرفيا بيغيب اكتر من 6 شهور وبينشغل في تحضير المقلب ده، فلازم كلنا ندعم المقلب. وسواء نختلف او نتفق، رامز جلال ايقونه اساسيه في كل موسم رمضان، يعني اتعودنا عليه ولازم نتفرج عليه وقت الفطور على كل حلقات. وبكده فيديو النهارده ويكون خلص، بس عشان انت مميز عندي وكملت الفيديو معايا لحد دلوقتي هسمعك تتر النهايه لمقلب رامز ليفل الوحش، وكمان هسيب لك تتر البدايه والبعض من الضحايا اللي انا قايل لك ان انت ما تعرفش عنهم حاجه. بس المهم كده اتاكد ان انت عامل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصل لك لحد عندك. ويلا السلام عليكم. يطلع فيا فوتك دلوقتي طلع لك يعني صوت، هنزومها امها اللي منك والمره الجايه دي فيها موت، لو جيت على سكتي مش هحل